الناس اللي ما تعرفش الحمام الغزار المصري يا جماعه، اخوه اللي عايشين بره مصر او اللي من دوله غير دولتنا مصر، ده اسمه حمام ابلق قشر بندق. اسمه ايه؟ حمام ابلق قشر بندق. تمام. طبعا الناس اللي ما تعرفش الحمام ابلق قشر بندق يا جماعه، ده حمام مميز جدا عندنا في مصر. الحمام الغزار المصري دوت من افضل الحمام اللي بيطير وبيرتفع في العالي، ودماغه حلوه في النش والكش. تمام. فاحنا حبينا نوريهم لكم كده. طيب الحمام ده يا جماعه طويل، يعني طوله طويل، فيه عيضه. ده بيتاخد على الطول يا جماعه. الحمام ده بيتاخد على الطول. وطبعا التقريشه بتاعت القشر بندق، هو سمى قشر بندق عشان التقريشه اللي في كتفه دي. التقريشه اللي في كتفه دي هي اللي مسميها قشر بندق يعني. وده من باب البل، اسمه البل اللي ابلق قشر بندق. في بقى تاني ابلق اخضر، ابلق بنفسجي، ابلق على فحم، ابلق على ورد. تمام. دي كلها حاجات عندنا في مصر كده. ابلق سكروطه. نوع اسمه الحمام البل. الحمام البل اسمه كده، الحمام البل يا جماعه. احنا حبينا نوريه لكم عشان الناس تمتع عينيها بيه، والناس اللي ما تعرفش الحمام الغزار المصري يبقوا عارفين ايه هو الحمام الغزار المصري. طبعا دوت كان كل الملوك زمان كانوا بيربوا ده. اي حد متميز في الطيران، والحمام اللي بيطير وبيرتفع عالي ودماغه حلوه وتكورت الاوله بتبقى غزار يا جماعه، غزار مصري. فاحنا حبينا نمتع عينيكم. طبعا انا مش هتكلم عن تقليب ومواصفات، لاني انا مش غاوي غزار. انا مش غاوي غزار يا جماعه. تمام كده. فطبعا مش عاوزين نتكلم في حاجه تؤخذ علينا يعني. انا راجل مربي حمام زينه. تمام. الحمام الغزار ده على عيننا وعلى راسنا. الناس بتعشقه. في ناس هنا في مصر عتاوله، كلمه عتاوله دي شويه، ناس اساتذه في الباب مصنفين. تمام. وحمامهم مسمع في كل حته، واخدين مراكز في المعارض طبعا. تمام كده يا جماعه اهو. حبينا نوريكم الابلق القشر بندق، الحمام المصري الاصيل. لو انت حابب تعرف يعني ايه حمام ابلق مصر. تمام كده يا جماعه. طبعا ربنا يبارك للجميع. وطبعا تحياتي للناس اللي اجتهدت، الناس اللي اجتهدت في مصر، مربين الغزار المصري بجميع انواعه بقى، القطاطي والبل والنواعم، الصفر ورق والزرقاء قطيفه. تمام. وطبعا اللبلق البنفسجي غالبا من النواعم، يعني اللبلق البنفسجي من النواعم. حد يصحح لي المعلومه لو انا خطا يا جماعه، الله يكرمكم في التعليقات. تمام كده. وطبعا تحياتي للناس بقى العتاوله، اخوات الحمامه الرايقه. الحمامه الرايقه بقى انا بسميها الحمامه الرايقه، اخوات الحمام الصافي يا جماعه، الحمام الصافي المصري. تمام. ملوك الصافي في مصر، ملوك الصافي في مصر اهو يا جماعه. ما شاء الله، لا قوه الا بالله، لا قوه الا بالله. تمام كده يا جماعه. طبعا بشكر الجميع على حسن المتابعه والمشاهده. اتمنى تكون متعت عينك بالحمام الغزار المصري الاصيل اهو. كل ما ازداد طول كل ما يكون ايه؟ حمام جامد. ده حمام يعتمد عليه في النش يا جماعه والطيران، بيعلى لفوق وبيطير مسافات بعيده، وعمره ما يخذلك ابدا لو طلع معاك في الاوله. تمام كده. شكرا جدا على حسن الاستماع.